بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس السادس من برنامج سكراتش. نتعرف في هذا الدرس على طريقة إضافة صوت للكائن، إضافة صوت للمنصة، إضافة أو تسجيل صوت. أول حاجة نضيف صوت للكائن. طبعا لو أنا شغلت دلوقتي الكائن عندي بيتحرك اللي هو كائن 5، هعمل إيقاف وأشوف طريقة إضافة الصوت. أول حاجة بروح على مكان الأصوات وبختار منها استيراد، وبحدد من الأصوات مثلا في الأنيمال هحدد الصوت كات، وبعد كده بختار موافق. كده أنا ضفت الصوت. نرجع مرة أخرى إلى منطقة المقاطع البرمجية. هل لو أنا دلوقتي شغلت الصوت هيشتغل؟ لا، كل كائن بضيفه لازم يكون له لبنة مصاحبة له. بروح إلى الصوت، هلاقي في عندي هنا كلمة تشغيل الصوت، أسحب. طيب هضيف اللبنة دي فين؟ هل أضيفها خارج قرار باستمرار أم داخل قرار باستمرار؟ تعالوا نشوف مع بعض. نضيف خارج قرار باستمرار. بعد كده هضغط على العلم الأخضر. كده اشتغل الصوت معايا مرة واحدة فقط. نعمل إيقاف. عند إضافة الصوت داخل قرار باستمرار يتكرر الصوت باستمرار مع كل حركة للكائن. طبعا المفروض ان انا اضيفه خارج قرار باستمرار. طيب لإضافة صوت إلى المنصة، أول حاجة بروح أحدد المنصة. بعد كده بروح أختار أو أحدد الصوت اللي أنا هضيفه للمنصة. بعد كده بروح أختار على أداة استيراد واختار الصوت المصاحب. أختار مثلا من الإفكت، نختار الصوت ده. بعد كده بختار أضغط على زر موافق. نرجع مرة أخرى إلى المقاطع البرمجية للمنصة. لإضافة الصوت بضغط على زر الصوت واختار من تشغيل الصوت قبل أداة قرار باستمرار. نجرب مع بعض الصوت. نضغط على العلم الأخضر. عند العلم الأخضر، عند الضغط على العلم الأخضر اشتغل الصوت الموجود في الخلفية، وكذلك اشتغل الصوت المضاف إلى الكائن. في طريقة ثالثة لإضافة الصوت وهو تسجيل الصوت، وتسجيل الصوت ده موجود مع الكائن وكذلك موجود أيضا مع المنصة، عن طريق إن أنا بضغط على كلمة الأصوات واروح أضغط على كلمة تسجيل صوت. بتظهر عندي هنا نافذة مسجل الصوت. عشان أنا عاوز إن أنا أسجل صوت بروح أضغط على الزر الأحمر. كده يبدأ يسجل معايا الصوت. بعد كده بعمل له موافق. طبعا إيقاف وبعد كده موافق. اضاف عندي الصوت عشان أعمل له معاينة بضغط على السهم. كده يبدأ يسجل معايا الصوت. بعد كده بعمل له موافق. لو عاوز ان انا اضيف الصوت ده على لاي كائن طبعا بروح على المقاطع البرمجيه واروح اختار تشغيل الصوت. كده بقى في عندي الصوت الاول اللي هو بتاع الخلفيه المصاحب للخلفيه، وبعد كده ظهر عندي الصوت اللي انا سجلته. ممكن ان انا افصل بينهم عن طريق الوقت، ان انا مثلا اضيف هنا انتظر، او ان انا اختار من المظاهر واقول له مثلا الخلفيه التاليه، او ان انا اعمل لها تاثير. نرجع مره ثانيه الى التحكم.